تعالوا معايا النهارده هنعمل مع بعض طبق البسلة ده طاجن في الفرن بطريقة احترافية وجميلة. والجديد اللي احنا هنعمله بالبسطرمة. يلا بينا نشوفه متعمل ازاي ومكوناته ايه. البسلة دي انا جايباها في موسم البسلة ومفرزاها. ماشي. فطبعا تفريز بيتي فهي نظيفة وكويسة. عندي هنا بصلة متقطعة قطع زي ما تحبي تقطعيها صغيرة. عندي هنا بقى الجديد بسطرمة. ما عنديش لحمة لكن عندي بسطرمة. ماشي. البسطرمة دي ب20 جنيه. اذا هنعمل اكلة موفرة وفيها بروتين. هتجيب البسطرمة وتقطعيها شرايح رفيعة خالص زي ما انت شايفين، قطع صغيرة. ماشي. عندي هنا صلصة، كيس صلصة من اللي انا مخزناه في الفريزر، والطريقة موجودة على القناة. عندي بقى البهارات، ما عنديش توم فريش، عندي توم ناشف متقطع قطع صغيره ومجفف. عندي نص معلقه فلفل، نص معلقه بابريكا، معلقه ملح. هنجيب الوعاء اللي هنعمل فيه ونعمل الوجبه مع بعض. البصل طبعا كان جنب البزله، نزل معاه شويه بزله مش مشكله. وحطيت البسطرمه. هبدا احط عليهم الفلفل الاسود، نص معلقه البابريكا، معلقه الملح الكبيره، حبه الثوم الناشف المتقطع حلقات. هنبدا نقلب المكونات دي مع بعض وهنسيبها 5 دقايق عشان خاطر البصل مع البسطرمه مع البهارات يطعم في قلب الطاجن بتاعي. هبدا اقلبهم كده تقليب كويس جدا جدا جدا. هسيبهم 5 دقايق وارجع لكم. تعالوا بصوا معايا كده، الطاجن بتاعي كان صغير كبرته. في مثل في مصر بيقول اذا كان موعدك ضيق وسعه. كبرت الطاجن. جبت عندي هنا البسله اهي بعد ما اندمج، سبتهم 5 دقايق. هنقلبهم تقليب كويس جدا عشان خاطر الرطوبه اللي موجوده دي والتلج. طبعا احنا غسلينها ومنضفينها قبل ما نحطها، فطبعا كل ده هيندمج كده مع بعضه. هنبدا بقى نحط عليه كده البهارات كده اندمجت، نحط عليه ده. وبعدين هنحط عليهم طبعا الصلصه دي كان فيها سمنه او زيت، كان فيها سمنه فلاحي وزيت زيتون، فانا مش هحط خلاص ادام، هو انا هستكفى بكده. شايفين؟ هحطه بقى في قلب الفرن، هغطيه كويس بفويل واحطه في قلب الفرن. بعد شويه ما يغلي هبدا اطلعه ليه؟ عشان اقلب الصلصه. لما اقلب الصلصه بقى هتسيح في السخونيه مع كله، وبعدين اقلبه وارجعه تاني وهجيبه لكم بقى لما يستوي. يلا تعالوا بصوا كده معايا، طاجن البزلة بتاعي استوى والبزلة بقت زبدة. جميل جدا وخطير، جربوه ان شاء الله بإذن الله هيعجبكم.